جربتي قبل كده تعملي الكوارع على الطريقة الخليجية بس بصوص مصري؟ يعني أكلتنا النهاردة جامعة بين البلدين المصري والخليجي للأكيلة وبس. حاجة كده زي الزبدة. شايفين جمال الكوارع؟ حاجة بسم الله ما شاء الله، الله أكبر على جمالها. دايبة دوب، هتفرحك انتي وأسرتك. وبمكونات سهلة وبسيطة هتعملي طاجن يدفيكي في الشتاء، وكمان شوية كده من الرز المصري والخليجي. اعمله بطريقة حلوة جدا هتغير معاكي الأكلة تماما. يعني أكلتنا نتحدى بيها المطاعم. أهلا بكل متابعين الكرام في كل مكان. الكوارع من الأكلات الحلوة جدا اللي بتدفي في الشتاء، وكمان عشان تاكلي حتة كوارع حلوة لازم تجيبيها من مكان موثوق فيه. طبعا تكون الرجل الأمامية، وكمان يكون من عند الضوافر بتاعتها لون أحمر أخضر، يعني ما تبقاش بيضة كده. هتكون طازة معاكي، وكمان ما تاخدش وقت وطياب كتير على النار. بالنسبة للبهارات المستخدمة، هنا ورق الغار والهيل، وكمان قرنفل وعيدان القرفة والمستكة. والطعم المميز عندي هيجي من جوز الطيب. تمام، هنشوف مع بعض بس هنحطه في انهي مرحلة في طهو الكوارع. كمان طالبة من كل حبايبي اللي بيتابعوني ان هم يدعموا الفيديوهات لو عجبكم محتوى. شير لكل حبايبكم، وكمان لايكات كتير كتير عشان ينتشر الفيديو لأكبر عدد ممكن من المتابعين. وكمان فعلوا زر الجرس لو مش مفعلينه عشان يوصل لكم مني كل جديد. الدعم منكم تقديرا لمجهودي في المونتاج والوقت والمجهود والتصوير والكلام الحلو ده كله، وكل ده عشان خاطر عيونكم. هنا كده حطيت المية على النار تغلي، وكمان اخدنا بقى الكوارع وغسلناها كده غسلة محترمة بالدقيق والليمون عشان تبقى زي البفتة البيضة وما فيهاش ولا شعرة. المية كده غلت معايا، ونزلت عليها على طول بالبهارات اللي عندي تاخد معاها غلوة كده، والمية تبقى ريحتها حلوة. وابتدي انزل عليها بالكوارع بتاعتي، تاخد معايا اول غلوتين بحيث لو طلع ريم او اي حاجة نشيله. لكن عندي الكوارع بسم الله ما شاء الله نظيفة جدا جدا، وما يطلعش اي ريم خالص، يعني الغلو العادي. هنزل عليها كده بربع معلقة من الفلفل الاسود، واسيبها بقى كده مع نفسها على نار زي الشمعة بالظبط لحد ما تستوي وتبقى زي الزبدة. وهنا الزبدة بتاعتنا استوت، قصدي الكوارع بتاعتنا استوت. شوربة حلوة جدا. بشرت كده شوية من جوز الطيب ونزلت بيه على الشوربة. ما اقولكوش بقى الطعم عامل ازاي. نيجي بقى لتخديع طاجن الأكيلة، طاجن الكوارع بتاعنا. هاتي الحلة وانزلي بيها بشوية كده من الزيت، وكمان كم قطعة من الزبدة. وكوني مجهزة عندك شوية من التوم الترانشات، ده طبعا هيفرق جدا في الطعم احسن من التوم المهروس. ونبتدي ان احنا نقلب فيهم كويس جدا مع بعض. عايزة بس ريحتهم الحلوة تبان، مش عايزة لون التوم يتغير عندي ولا اي حاجة. جاهزة عندي الطماطم مقطعاها كده مكعبات، وكمان شوية من الفلفل الحار، وده اختياري بس انا حابة طاجن الكوارع عندي يكون حار. هبتدي كده اقلب المكونات مع بعض كويس جدا لحد الخضار اللي عندي ما يدبل. وفيديوهين الاسبوع دوت من اختيار المتابعين هسيبه لكم في شاشة النهاية. يا رب تكون الفكرة دي بتعجب حضراتكم، واي حد يكون عايز وصفة معينة ممكن ده انا احطها له في شاشة النهاية. يا رب نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم. كده الخضار دبل معانا وبقى زي الفل خلاص كده تجانس مع بعضه. نزلت كده بمكعب من المرق، وكمان رشة من الفلفل الاسود. وكمان لازم انزل عليها بشوية من الصلصة عشان محتاجة ان الصوص عندي يكون تقيل شوية. الصلصة هنا كده عندي جاهزة، كنت شايلاها في الفريزر فطلعتها كده تستهدى شوية، وكمان اديتها غلوة ونزلت بيها كده بكبشتين على التخديعة اللي عندي. نبتدي برضو كده نقلب المكونات مع بعض كويس. شايفين كده الصوص عندي بقى جاهز وتمام. الصلصة اللي عندي تقدري تستخدميها كطبق جانبي جنب الرز. فصصنا كده الكوارع بتاعتنا سواها مظبوط جدا، يعني لما تيجي تفصصيها هتتفصص معاكي بكل سهولة. بس ما تخليهاش بقى حتة صغيرة كده، لا خليها كده برضو حتة محترمة عشان تستمتعي بالطعم انتي واسرتك.
نبتدي برضو كده نديها التقليبة التمام لحد ما تتجانس كده، وغلوة واحدة بس مش اكتر. وابتدي اجهز بقى الطواجن بتاعتي. شايفين كده شكل الكبشة وهي طالعة كده بالكوارع والدمعة، حاجة تفتح النفس وزي العسل. يعني هي شكلها بس كده يدفيكي وانتي قاعدة. الف هنا وشفا عليكم، جربوا الطريقة دي. قولي في الكومنتات، بقرا كل كومنتاتكم سواء حلوة او وحشة، بس انا عارفة الحلو يعمل الحلو. كده خلاص يا حبايبي، التخديعة بتاعتنا خلاص جاهزة، ناقص بس كده ان هي تدخل الفرن وتاخد الوش التمام. زي ما احنا شايفين كده سماكة الصوص عندنا تقيل، انا عايزاه بس ان هم يتجانسوا مع بعض وياخدوا لون حلو جدا في الفرن ويطلعوا بألف هنا وشفا. حبيت كده اني اديهم كده التزيين، وده طبعا اختياري يرجع لك. ترنشات من الليمون وكمان انصاص من الفلفل الحار. تقدري تحطي ترنشات طماطم، ترنشات فلفل رومي زي ما انت عايزه. على مكونات رز الكبسة بتاعنا. مكوناته سهلة وبسيطة وبهاراته خفيفة خالص. عندي هنا استخدمت معلقة صغيرة من بهارات الكبسة، ونص معلقة من الكركم، ومكعب من مرقة الدجاج. بالنسبة للبهارات الصحيحة استخدمت معايا عود من القرفة، وواحدة لومي، ونجمة اليانسون، والمسمار أو القرنفل. نجيب كده الحلة ونحطها على النار، وكمان شوية من الزيت وقطعة صغيرة كده من السمنة. ابتدي كده ان هم يسيحوا مع بعض، وانزل عليهم اول حاجة بالبهارات الصحيحة بتاعتي. ونديهم كده تشويحة حلوة، تطلع كده معايا ريحة القرفة. والحاجات المنكهات دي بيبقى ريحتها حلوة جدا، وبتدي للرز كمان طعم خرافي. محتاجة كمان اني اخد ريحة التحميصة للبهارات البودر اللي عندي. نزلت بيهم كده على طول زي ما احنا شايفين. بصوا الفوران ده حلو جدا، بيحمص معايا البهارات وبيدي الرز او الطبخة بتاعتك طعم مختلف تماما. نقلبهم كده مع بعض كويس جدا. وعايزة كمان اقول لحضراتكم اني هنزل لكم كمان وصفة للكوارع الاسكندراني على طريقتي، هتعجبكم جدا. هنزلها لكم في الاي، هتطلع لكم دلوقتي. نزلنا كمان بشوية من الزبيب، وده اختياري بالكمية اللي انت عايزاها. قلبناهم كده مع بعض كويس، وابتدي انزل بكمية الرز البسمتي بتاعنا. انا هنا مستخدمة الرز الهندي طويل الحبة، ونسبة المية اللي بستخدمها للرز عندي بتكون ضعف الكمية. يعني حاطة مثلا كوبايتين من الرز، هتحطي عليهم 4 كوبايات من المية. طبعا الرز البسمتي مغسول بدون نقع. الطواجن كده خلاص جهزت معايا واخدت الوش التمام زي ما حضراتكم شايفين. تجانست كلها، وشكلها بجد حاجة ما شاء الله جميلة جدا، وتفتح النفس كأن جايبة الاكل دوت من بره، مع مراعاة طبعا النظافة وكمان السوى المظبوط. ولحبايبي المتابعين هنزل لكم بمقادير الوصفة بتاعتنا والمكونات بالتفصيل في صندوق الوصف، وكمان رابط فيديو على اختياري. يا رب يعجبكم. اضغطوا على الرابط وادخلوا شوفوا الفيديو، هيعجبكم جدا. وما تنسوش لايك وشير لكل حبايبكم. شايفين كده الرز وجماله حاجة زي العسل. زينيه بقى كده بقطع الكوارع وكمان شوية من الصلصة حسب ذوقك. كمان الكوارع عندي دايبة دوب، النخاع اللي فيها طلع منها، وزينت بيه كمان الطبق بتاعي. ألف هنا وشفا عليكم. جربوا الوصفة، وما تنسوش لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامة.